أهلا بيكم في الجزء الخامس من الريزومي اند انترفيو بريبريشن. وهنا هنتكلم عن شوية نصايح تخليك تعدي بنجاح من الان بيرسون انترفيو. أول نقطة طبعا لازم تبقى مستعد وتبص على الويب سايت بتاع الشركة وتعرف معلومات عن البيزنس بتاعها كويس، وتراجع الجوب ديسكريبشن اللي انت مقدم عليه قبل ما تروح. تاني نقطة ان انت تعمل حساب المواصلات والزحمة عشان توصل في ميعادك. ما تحاولش تكون بدري او متأخر، يعني ما تكونش بدري قوي او متأخر. حاول تكون هناك قبل ميعاد الانترفيو بربع ساعة او 10 دقايق، ولو حصلت ظروف وشكلك هتتأخر يبقى الأحسن تتصل تعرفهم وانت في الطريق. تالت نقطة بقى، خليك مبتسم وباين عليك الحماس للشغل ولابس فورمال أو سيمي فورمال على حسب المكان، وخلي عندك ثقة في نفسك وما بتبقاش بتتكلم كتير. خليك فاكر دايما إن التواصل بيكون من الاتجاهين، ما تاخدش أكتر من مساحتك في الكلام، وبرضه ما تبقاش قاعد ساكت طول الوقت. ودايما خلي معاك نسخة احتياطي من السي في وصورة ليك عشان لو احتاجوهم منك في أي وقت تكون جاهز. وفي بعض الأسئلة المشهورة في الانترفيوهات هنتكلم عليها مع بعض. أول سؤال هيسألك قول لي إنجاز أنت عملته، إنجاز معين أنت عملته، أو talk about a specific achievement. فهنا الانترفيور بيبقى عايز يعرف إيه الإضافات والإنجازات اللي عملتها قبل كده في أي شغل أو في الجامعة أو في دراستك لو أنت لسه فريش، وبيسألك تحكي له الإنجاز ده، فتقدر تحكيه له بكل فخر. لو في مشكلة أنت حلتها وساعدت في تطوير الشغل، ولو تقدر تدي مثال بالأرقام كانت إيه وبقت إيه. ودايما خلي اللي أنت بتحكيه يوريهم قدراتك، ولازم اللي انت بتحكيه والقدرات دي تكون متعلقة بالجوب ديسكريبشن عشان توضح قد ايه انت مناسب للشغلانة دي. فمن الطرق اللي انت ممكن تحكي بيها الانجاز بتاعك طريقة اسمها الستار. الاس stands for situation، التي for task، الاي for action، وار for result. انت هنا بتحكي موقف، مثلا انا من اهم انجازاتي اشتغلت في مكان لسه بادئ كجونيور اكاونتنت، كنت لسه متعين جديد في المكان وكنا مضغوطين جدا وكنا اندر ستافد ومحتاجين نخلص شغل كتير جدا في وقت قليل. فكانت هنا التاسك بتاعتي ان انا اشوف طريقة سمارت اخلص بيها شغلي اون تايم. الاكشن اللي انا عملته ان عملت اناليسز للتاسكس بتاعتي، ورحت عامل تشيك ليست وحطيت البريوريتيز بتاعت الشغل وعملت تايم مانجمنت، وبدأت اوتوميت بعض الوظائف عن طريق الاكسل. النتيجة ان الريبورتات سواء خاصة بالعملاء او بالضرائب او التقارير الادارية كانت بتطلع في ميعادها، فكانت الادارة مبسوطة جدا مننا ان احنا قدرنا نخلص شغلنا في وقته برغم الضغط. وده ادى لنتيجة ان انا بقيت سينيور اكاونتنت وترقيت في المكان. من ضمن الاسئلة التانية ممكن يقولك ايه نقاط ضعفك او bring up a weakness about yourself. فانت هنا ممكن ما تستناش لما يسألك السؤال ده، ممكن وانت بتتكلم في الانترفيو تقول ان عندك نقطة ضعف، ولازم تقول انك اخدت اكشن بخصوص النقطة دي وشغال على تطويرها. ودايما انت قاري الجوب ديسكريبشن كويس، ابعد عن السكيلز الاساسيه للوظيفه بتاعتك وقول سكيل بعيده. ما ينفعش انك تقول عندك نقطه ضعف في سكيل هي من المين بوينتس للجوب ديسكريبشن. من الاسئله التانية الرخمه اللي هو يقول لك واي يو ليفت شركتك القديمه، ليه سبت الشركه اللي انت فيها. فتقدر تقول لهم السبب وما تدخلش في التفاصيل الا لو اتسالت. حاول طبعا ما تقولش ان كان في مشاكل في المكان او في الاشخاص. دايما الناس بتحب تنقل عشان تاخد خبرة من مكان جديد او تخش في اندستري جديدة او زيادة في الراتب او ترقية. كلها اسباب ممكن تتقال. وكمل كلامك طبعا باستفادتك من المكان القديم واضافته المهنية ليك. من الاسئلة برضو التانية ان هو لما يجي يسألك عن المرتب، ممكن يسألك المرتب المتوقع ايه في بداية الانترفيو خالص، فانت اطلب منه تأجيل الكلام في الجزئية دي لآخر الانترفيو عشان تكون عرفت اكتر عن الوظيفة. ولو اتسألت عن آخر مرتب ومش عايز تقول، تقدر تقول لهم ان دي حاجة confidential خاصة بالشركة ومش هقدر اجاوب على السؤال ده لو اتسألت على المرتب الشركة اللي قبل كده وانت مش حابب تجاوب على السؤال ده.
بيبقى في وقت او في فرصة في الانترفيو ان انت تسأل الانترفيور، مش انت اللي تتسأل. فلو في اي حاجة في طبيعة الشغل محتاج توضيح فيها، عايز تسأل عليها في اخر الانترفيو، تقدر تسأل السؤال ده. وبيبقى في سؤال كويس جدا برضو ممكن تسأله بقى في اول الانترفيو لو الفرصة جات لك انك تسأله، لان اجابة السؤال ده من الريكروتر هتساعدك بعد كده انك تفصل كل اجاباتك في الانترفيو وتركز على صفاتك الملائمة للوظيفة دي. ده غير ان السؤال ده هيخليهم يركزوا معاك اكتر، وفرصة قبولك بالوظيفة هتزيد. يعني انت ممكن تسأله وتقول له what would be my first priorities on the job، او ممكن تقول له ايه هي الحاجة، ايه هي اولوياتي اللي انا هبدأ اشتغل عليها اول ما استلم الوظيفة، او انت عايز تشوف عايز تشوف ايه في الشخص اللي انت عايز تعينه للوظيفة دي. وبكده نكون خلصنا سلسلة النصايح السريعة لازاي تعمل سي في وازاي تعدي في الانترفيو. ابدأ اعمل السي في بتاعك وابعته لكذا شركة، وجرب انترفيو 2 و3، لان ده اللي هيديك الخبرة وده اللي هيخليك تاخد الثقة بنفسك. ولو فشلت في الاول او التاني او التالت انترفيو، فانت كده هتنجح في الرابع او الخامس. بتعرف ايه النقط او بتكتشف ايه نقط الضعف اللي في كل انترفيو انت فشلت فيه، وبتبدأ تحل المشكلة دي مع نفسك. ولازم تشتغل على نفسك طبعا. استنونا بقى في باقي فيديوهات سلسلة المحاسب عشان نبدأ ندخل في الجزء العملي ونتعلم ازاي نشتغل accounting.